ما تطلب من أي شخص إنه يدعم غزة، وما تحزن على النساء والأطفال قاعدين يموتوا، لأنه الوقوف ورا راية ربنا سبحانه وتعالى ده شرف. لو ربنا شايف إنك بتستحقه كان جيت جاري وراه جري. ثانيا، غزة موعودة من ربنا سبحانه وتعالى بالنصر، فلو أنت وقفت ولا مو وقفت معاه صدقني ما حتفرق. الحاجة الوحيدة اللي حتفرق إنه بعد ما غزة تنتصر في قائمة حتطلع لربنا سبحانه وتعالى بالناس اللي وقفت مع غزة. دخولك في القائمة دي تشرف لك. وإذا في لحظة حسيت إنه أنت ممكن تفرق، اتذكر إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف ضد النمرود اللي بيحكم كل العالم براه وما بيملك شيء، والنتيجة إنه النمرود مات شر ميتة، وسيدنا إبراهيم شرف نفسه بإنه ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إن إبراهيم كان أمة. صلاح الدين الأيوبي هو شرف نفسه بأنه فتح بيت المقدس. أما بالنسبة للنساء والأطفال اللي بيموتوا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر المرابطين في عسقلان اللي هي الليلة غزة، ما بالك الشهيد، وما بالك كمان لو الشهيد ده طفل يعني ما جرى عليه القلم. عليك الله سيدا نحن نحزن على حاله ولا هو اللي يحزن على حاله؟ وبالنسبة للناس اللي بتقول لك نحن علاقتنا شنو بفلسطين، فلسطين دي ولد فيها إسحاق ويعقوب ويوسف وزكريا ويحيى، وولد فيها المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. البنى بيت المقدس هو أبونا آدم عليه السلام، هي أولى القبلتين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلسطين دي استشهد فيها 5000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الفتوحات الإسلامية اللي استشهد من الصحابة ما تم 500. المصيبة إن المستعمر أقنع الناس إن أنت تفكر في بلدك بس، واستفردوا بينا. دمروا العراق وإن إحنا علاقتنا شنو بالعراق، دمروا سوريا وإحنا علاقتنا شنو بسوريا، دمروا ليبيا ودمروا اليمن، وأسي إحنا قاعدين نصور في الفيديو ده قاعدين يدمروا في السودان. أما بالنسبة لهم هم لما تهبشهم بيدعموا بعض بالجيش والسلاح والمال والإعلام. فلو أنت شايف إنه فلسطين أنت ما عندك معاه علاقة، أعرف إنه فلسطين ده شرف ما بيشبهك.